الآن اتصل بقناة صفا ولا يردون كما تعهدونه. هم يكذبون على الشيخ، والشيخ الآن ينتظرهم بأن يتصلوا كما وعدوه في الإيميل على السكايب، والآن يقولون اتصلوا على الهواتف، وأنا أتصل الآن على الهاتف ولا يردون. ألا لعنة الله على عمر. لماذا لا تردون؟ اسمعوا. هذا إذا أحد أوتاد هيمنة المركز في هذه المنطقة. اسمع، لا يردون. يعني اسمعوا، لا يردون. يساعدون ذلك المركز في رسالة محمدية باسم أهل البيت الآخر. ناخذ مكالمة للشيخ عبد العزيز أو أبو عبد العزيز. السلام عليكم. لا يردون أصلا، يردون فقط عن النواصب. إذا كان الرقم عراقي أو من بلد شيعي لا يردون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد تبين لاحبابنا واهل السنه والجماعه ومشاهدينا ومن هذا الرجل الذي يدعي ان قناه صفا هربت، ويضع الاعلان الشريك الاعلاني انه ينتظر اتصالا من قناه صفا. كيف هربت قناه صفا وهو الان يضع الشريك الاعلاني انه ينتظر اتصالا بقناه صفا؟ ابي خالد الان وضع شريك اخباري يكذبون على الشيخ. يعني هذا اعتراف لا تلتفت اليهم هذا. لماذا لا تخبروننا بالنصر والانتصار؟ غدا سنتصل عليك. يعني الرقم يضعون رقم واحد ويقولون الشيخ اتصل به، مع العلم هذا الرقم يتصلون عليه المئات، فكيف الشيخ يحصل رقمهم؟ فعجيب غريب امرهم هؤلاء الكذبه. ونتصل على الرقم الخاص لخالد الوصابي لا يرفعه. وهم لا يتصلون. لماذا لا يتصلون؟ قالوا لنا انهم يتصلون بنا عبر سكايب، لا فائده بالاتصال عبر التليفون. ليس سري، بيكون رقم عمومي. هذا لم يكن موعدنا او وعدنا ان نتصل بها، وانا اتصل بها او هم يتصلون بالتليفون الي. موعدنا ان نكون أنت تواصل نفسك وتواصلت معه يعني لكي تثبت المناظرة الآن. لا فائدة لها. نعم، لا أريد أن أثبت يعرف كل أحد هذا خدعة وأنا كتبت على الشاشة. يعني حتى الرقم لا يمكن أن يتصل عليه، لأنه يعني يتصلون عليه المئات. يتصلون عليه المئات. أنا اتصل بقناة صفا أنا على الرقم الخاص بخالد الوصابي نفس الحال، هم ما يرفعه ويقولون اتصلوا عليه. فشلا لهم وتسليما لمطلوب أو وليست أعداد. هذا رقم خالد الوصابي الخاص. أنا قاعد أسجل حتى الناس تعرف الآن مباشرة على قناة صفا وقناة أهل البيت، وقناة صفا تكذب على الشيخ ويضعون رقم في القناة. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا ثار الدراجي. إن كنتم تزعمون أنكم صادقون ادخلوني للقناة الآن. طيب اتصل على التليفونات اللي ظاهرة عندك. يا أخي كيف أتصل على رقم يتصلون عليه المئات حبيب الغالي؟ كيف أتصل على رقم يتصلون عليه المئات عليك؟ بقول لك اتصل على التليفونات اللي ظاهرة عندك. أنا مش مرتبط بالكنترول، اتصل على التليفونات. لا يمكن أن أحصل الرقم، واعتبر هذا هروب، أعتبر هذا هروب. قطعوا الخط. يقول اتصل على الرقم الظاهر على القناة، مع العلم الرقم الظاهر على القناة لا يمكن أن نحصله. كيف تحصل هذا الرقم؟ لا، الرقم رقمين ويتصلون عليه الآلاف والملايين من النواصب ومن الشيعة، فكيف أنا أحصل هذا الرقم؟ ويقولون خليه ينتظر الشيخ حسن الله ياري أو يتصل ثار الدراجي. لا يرفعونه. هذه وثيقة ودلالة واضحة على هروبهم. يا أخي لماذا لا؟ يا سبحان الله. أخي الكريم هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا تهربون؟ سائل الدراجي
العائله اللي هي اللي نعم سعر الدرجه بنزلش. يا اخي انت مو تقول خلي يتصل ثاني درجه او الشيخ حسن الله ياري، الان اتصل عليك ليش ما ترد؟ لا من انا اسمع صوتك سعر الدرجه بنزلش في العائله. يا ابن عائشه الفاجره، هذه اخلاق عائشه احفاد عمر المأبون، قبحكم الله يا نواصب. حتى قال المعصوم حتى قال المعصوم انه ما وقع شيء في يد النخاسين الا افسدوه. قبحك الله وقبح امك عائشه الساقطه السافله. اذا طيب هذا دليل على خستكم، دليل على خستكم. هذا الرقم الخاص للشيخ خالد الوصابي، يقولون خليه يتصل علينا، والان لاحظوا كيف يشتمون ويسبون ويدعون نحن نهرب. من يهرب الان؟ الان صوتك مباشر يا اغبر يا اغم، انتم تهربون. انطمر دخلنا بشيخ خالد الوصابي يا ابن العاهه. يا ابن نرجس تسواك وتسوى كل رموزك يا ساقط يا سافل. هاي ام الامام المعصوم يا حيوان. الرقم الذي طلبته مشغول. هذا هروب واضح. ويقولون اتصل على القناة، الرقم الظاهر على القناة، والرقم الظاهر على القناة يتصلون عليه الملايين، فكيف لنا أن نلزم الخط أو نحصل الخط؟ قبحكم الله يا أحفاد عمر المأبون. لاحظوا مشغول، الرقم قناة مشغول، لأن يتصلون عليه الملايين لا يمكن أن نحصله. ورقم خالد الوصابي مطين ملاعينه، أصحاب اللي في قناة في غرفة المهاجرين والأنصار وقناة صفا، أبو بكر وما أعرف إيش اسمه ذاك الآخر اللي كانوا ينسقون مع الشيخ حسن الله ياري. هؤلاء الفجار الفساق أصحاب الألسنة البذيئة، أبناء عائشة الفاحشة، عندما قال لها رسول الله يا عائشة لا تكوني فاحشة، هذه الساقطة السافلة. وأريد واحد كلب شيعي بتري يقول لي ليش يدعي التشيع، طبعا مو شيعي، بتري شيعي يقول لي ليش تسب هيك، حتى يسمعون الشتايم على إمامهم وأم إمامهم، ومع ذلك تأخذهم الرأفة في النواصب. ما أعرف هل هؤلاء من التشيع؟ إذا كانوا من التشيع، فالسيد أبو القاسم الخوي يقول قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على جواز غيبة المخالفين، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل إن صاحب كتاب الجواهر يرى أن جواز ذلك من الضروريات. مصباح الفقاهة الجزء الأول من 503 إلى 505. أردد هذا الكلام دائما حتى العقول العفنة التي تهاجمني في كل اتصال وتقول تأدب بأخلاق أهل البيت، أنتم لستم من أتباع أهل البيت، نحن نعرف من هم أهل البيت عليهم السلام. وهذا السيد الخميني في المكاسب المحرمة في الجزء الأول في 379 لإقامة الحجة على الجميع من هذا الطرف ومن هذا الطرف، حتى ما نتهم نحن متشددين. ماذا يقول الخميني؟ ويقول والإنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم، قصورها شوف، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة أهل البيت عليهم السلام فقط، مضافا إلى أنه لو سلم إطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون. اسمع، من ضروري المذهب كما قال المحققون. ثم يقول بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومين أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. هذا السيد الخميني. من تنتمون انتم؟ ظهرت فرقة جديدة اسمها البترية، هذا الخميني. هذا إذا كنتم تتبعون سيد أبو القاسم الخوي، فهذا سيد أبو القاسم الخوي يقول قيام السيرة المستمر. إذا كنتم تدعون من أتباع الولاية الفقيه، هذا قول السيد الخميني. من تتبعون يا استغفر الله.